اخوان السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جينا نوريكم اخر التطورات ونوريكم الاشغال فين وصلت في ملعب طنجة الكبير. كما تشوفوا الاخوان يعني الاشغال تقريبا وصلت للمشارف النهايات ديالها. ها انتم الخوت يعني تبارك الله العمال يعني قايمين بالدور ديالهم والواجب ديالهم. عدد كبير من العمال يعملون ليل نهار. عذرا الإخوان على الإزعاج الناتج عن الأشغال. الإخوان اللي شاف أول مرة القناة وشاف الفيديو أول مرة يشرفنا بالاشتراك في القناة ويشجعنا بواحد اللايك، ولكم جزيل الشكر. شكرا جزيلا على الدعم ديالكم. هذا هو لمن يسأل عن الملعب أين وصلت الأشغال به من الداخل. يعني تقريبا كما كتشوفوا الأشغال على وشك الانتهاء. يتم تركيب هنا الكراسي، فقط عندما يتم انتهاء من الكراسي سيكون تقريبا شبه جاهز. الأرضية تبارك الله يعني جاهزة، والأرضية جميلة كما كتشوفوا الإخوان. والملعب إن شاء الله سيكون في حلة جميلة بعد نهاية هذا الشهر، يعني في شهر فبراير، يعني شهر جوج إن شاء الله غادي يكون واجد، وغادي يحتضن منافسة كأس العالم للأندية. دابا نوريكم يعني خارج الملعب من الأعلى. بقاو معنا الإخوان. ها انتم الخوت، هذا هو المنظر من أعلى الملعب بمدينة طنجة. هنايا كما كتشوفوا يعني ملعب التنس، وهنايا جانب من القاعة المغطاة لمدينة طنجة اللي حتى هي تقريبا الأشغال انتهت فيها. وهذه نظرة عامة على المدينة، ليس المدينة كاملة ولكن جانب من المدينة مع هذا المنظر الرائع للغروب. نحن الآن في المساء الإخوان، عذرا على قوة الرياح، رياح قوية في هذا اليوم في مدينة طنجة، ولكن الحمد لله الجو جميل جدا مع هذه الإطلالة الرائعة. ها انتم الإخوان كل شيء الخدمة برا والداخل يعني شيء جميل وشيء يفرح. نتمنى يكون هذا الشيء يعني في جميع الجوانب، في جميع مناحي الحياة في المغرب، يكون العمل الجاد. نرجعوا الملعب للداخل. ها انتم الأخوة.